الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر. اليوم راح أشارك معكم وصفة الخبز الطابون أو خبز الطابون الفلسطيني. وحاعطيكم كل التكات، أنا جربته يعني كذا مرة، وحابة أحكي لكم شو الأسرار نجاحه، متى بيطلع يابس أو مش يابس، أو شو الأسرار كلها تبعت الخبز الطابون. أنا هون حطيت 5 كاسات طحين، واحدة منهم طحين أسمر، وحطيت 3 ملاعق كبيرة طحين، عفوا حليب بودرة، ملعقة كبيرة خميرة، وملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة ملح. وراح أخلط المواد الناشفة مع بعض، وراح أضيف المية الدافية بالتدريج. هي أخذت معي أقل من 3 كاسات مي بشوي صغيرة، طبعا حسب الطحين تبعك. الطحين الأسمر بالعادة بيسحب مي أكتر. بإمكانك طبعا تعملي، أنا جربته عملته، راح تشوفوا بعض الصور يعني من ال الطريقة الثانية عملتها بدون إضافة حليب. الحليب اختيار يعني خياري. وبرضو الطحين الأسمر عملته بطريقة تانية بطحين أبيض لحاله بدون ما أخلط معه طحين أسمر. طحين أسمر بيعطيه طعم زاكي ويعني بيكون صحي أكثر. بس ما تكتري منه، لا بتعمليه نص بنص، كاسة نص كاسة ونص، أو كاسة ل4 كاسات، أو كاستين ل3 كاسات. هون أنا بضيف المي قاعدة بالتدريج. طبعا المي لازم تكون دافية. والسر بصراحة بنجاح العجين إنك تعجنيها كويس، يعني بدك تعجني من 4 ل5 6 دقائق. راح تتعب إيدك. طبعا أنا جربته بالعجانة، برضو العجانة بتسهل عليك كتير إنك تعجنيه بالعجانة. إذا ما عندك طبعا بدك تشتغلي منيح، تحطي مي وتحسي العجينة لازم تكون تلزق بإيدك، يعني تكون ستيكي، وتعجنيها منيح منيح. راح أضلني أعجن فيها. طبعا أنا راح أوقف الفيديو وأعجنها براحتي، وبعدين بالآخر راح أضيف من ملعقتين ل3 ملاعق زيت زيتون، وأعجنهم بإيدي وأخليها ترتاح. طبعا بإمكانك برضو تضيفي يعني ملعقة صغيرة بيكنج باودر للخليط، برضو بيعطي نفخة هيك وطراوة. أنا حبيت أعملكم إياه بطريقة سهلة. أنا برضو حتى عملته بس بملح والسكر والمية الدافية والطحين وخميرة، بس ما ضفت عليه أي إضافات، وبرضو طلعت الطريقة ناجحة وحلوة. زي ما انتم شايفين راح أعجنها كويس، وراح اغطيها. اذا طبعا هلا الجو بارد، راح تحطوا عليها بشكير، تحطوا عليها حرام، وراح اخمرها لمدة 45 دقيقة. يعني من 45 دقيقة لساعة. ما تكتروا يعني مدة التخمير، لأنه مرات العجين بصير إذا خمر كتير بصير ريحة العجين حتى بعد ما تخبزيه ريحته خميرة. راح هيك احاول يعني زي ما انتم شايفين انه يعني اضرب الخليط هيك ضرب، او يعني زي تطبيق او هيك. زي ما انتم شايفين بالصورة، يعني صعب الشرح، بس انه يعني زي ما انتم شايفين العجينة بتكون طرية، ما بتكون زي عجينة المعجنات، يعني بتكون بتلزق بالايد. حتى بعد ما تخمر بتحسيها لسه بتلزق بالايد. هون زي ما حتشوفوا ححط زيت زيتون، يضرب ملعقتين. واعجنها كمان مرة عشان تتشرب الزيت، وراح اغطيها واخمرها ان شاء الله، واباشر فيها. طبعا انا هون حستخدم الحصى، حفرجيكم هلا الصورة. هو اللي بيكون على جوانب البحر او الشواطئ او يعني النهر. ممكن طبعا تشتروه من المحلات، يعني بسموه ردف أو زلط بالمصري. بإمكانك برضو تعمليها على الكلاية. أنا جربت كم رغيف على الكلاية، برضو بتطلع النتائج يعني طيبة وكويسة، وبتطلع صدقا بتطلع أطرى كمان من الفرن. الأحجار زي ما أنتم شايفين بتكون أحجام صغيرة أو كبيرة، برضو بصير كله يعني بزبط. هون العجينة بعد ما خمرت عندي ب45 دقيقة، بدي أحط على إيدي زيت زيتون. في ناس عادي بتبل إيديهم بمية، برضو بصير. بصراحة فرد العجين على الطحين الأسمر أسهل بكتير، وما بيلتصق
الطحين على الخبز كتير، يعني بيتكتكت بسهولة يعني لما تيجي تخبزي. فأنا هون راح أسوي دوائر صغيرة وأحطها على صينية فيها طحين وخليها ترتاح ربع ساعة تقريبا. طبعا أنا هون عاملة كمية مش كبيرة كتير، يعني هي هاي الكمية. أنا عندي صينية صغيرة، يعني ما عندي كتير حصى اللي أحط بصينية كبيرة. فحعمل الرغفة حعملهم صغار مش حعملهم كبار. إذا أنت بدك تعملي رغفة بحجم كبير وعندك صينية أو صدر كبير بدك تحطي عليه الحصى تستخدميه، راح العجينة هاي تعمل لك 5 رغفة خبز، يعني كل كاسة بتعمل لك رغيف خبز. أنا هون عملت معي 7 أو 8، مش عارفة، أظني 9، لأني أنا عملتهم زي ما حكيت لكم حجم صغير. حلو إنه نجرب، خاصة هذا الفيديو للناس المغتربين اللي بتحن لخبز بلادنا. طبعا بالبلاد عنا بسهولة بيجيبوه من المخبز، ما في يعني حاجة للواحد يعمله بالبيت، بس في ناس بتحب تعمل شغلة البيت لأنها أنظف وبضل الخبز طازة يعني. بس هذا يعني الفيديو أكتر بصراحة سويته للناس المغتربين عنا هون بأمريكا بكندا بكل البلاد برا، اللي ما عندهم أو بيستصعبوا يشتروا أو مش موجود عندهم بالمنطقة خبز طابون. هحط على ايدي هون زيت زيتون، بامكانكم زي ما حكيت لكم تحطوا عليكم طحين او زيت زيتون وتفردوا الرغيف زي هيك زي ما انتم شايفين بالايدين اول بشوي شوي. نحاول انه يكون دائما في طحين لانه زي ما حكيت لكم العجينة بتلتصق بالايد. وبعدين راح نعمله نردد العجين او يعني الرغيف على ايدك، يعني من اليمين للشمال على كفوف الايدين، او تفرديه زي ما هيك. انا عارفة يعني هون مش كتير واضح بس تفرديه هيك بالايدين. وحاولي ما يكون الرغيف كتير رفيع، يعني حاولي يكون في ربة، في يعني خميل شوي، يعني سنتي تقريبا خملة. وراح نفرده أكيد على الحصى. الحصى طبعا الفرن لازم تكوني حمتيه وانت بتشتغلي لأعلى درجة عندك. أنا عندي الفرن 425 فahrenheit، يعني بتوقع يمكن 250 مئوي. بدك تعلي على الآخر وبدك تحطي الحصى فيه يسخن قبل ما تبلشي، يعني قبل ما تحطي الرغيف لازم يكون الحصى سخن منيح، ما راح تحتاج انك تقلبيه. زي ما شفتوا هيك راح افرده على الحصى. الحصى طبعا سخون، ممكن يدخن معكم اولها لانه اول مرة بستخدميه، بس ما تخافي ما في اي مشكلة. طبعا الحصى انا غسلته ونظفته عقمته منيح ونشفته. وزي ما انتم شايفين هي الرغيف بعد 5 دقائق بيطلع معاكي محمر من تحت ومن فوق، ما في داعي انك تقلبيه. انا حاولت هون اركهم بس اخليهم على يعني على الطحين واحطهم على جنب يكونوا يعني موجودين عندك جاهزين لأن تحطيهم، لأنه حيكونوا يعني خلصوا بسرعة معاكي. وراح أفرجيكم طبعا صور برضو. أنا انتهزت الفرصة طبعا لأنه عاملين خبز وسويت مناقيش زعتر ومناقيش. طبعا هم مش كتار بس أنا عملت كم واحدة يعني من جوجة زعتر وبيض كمان. صور البيض عملتها طبعا هاي اللي حتشوفوها بالطحين الأبيض لحاله، لو كنت عاملة عجينة تاني يوم تاني. ويعني حطيت لكم صور من الفيديوهين اللي عملتهم أنا. طبعا راح تحطي الرغفة على بشكير تفرديهم وتحطيهم فوق بعض وتغطي عليهم البشكير عشان يكونوا يعني ضل طريين. هون أنا خلطت الزيت مع الزعتر وفردتهم على أول ما حطيت الخبزة على الحجار. حطيت عليهم زعتر مع زيت مخلوطين سوا زي ما انتم شايفين. حيتحمر زي هيك، شوفوا ما شاء الله يعني اشي بشهي كان عن جد، يعني روعة طلعت النتيجة الحمد لله. والواحد بنبسط على الأجواء هاي والريحة الزعتر والزيت بالبيت وخاصة بأجواء الشتاء. شايفين كيف العجينة طرية. هون أنا عملت برضه زي ما حكيت لكم مرة كنت عاملة بعجين بطحين أبيض وصورت لكم هذا المقطع. أنا كنت عاملة مع بيض، بإمكانك برضه تحطي جبنة مع البيض، موتزاريلا أو جبنة مثلثات أو فيتا، الجبنة اللي أنتم بتحبوها. ونفس الشي حيتستوى من تحت ومن فوق. يعني بعرف انها بتاخد وقت وحتنعجكي في المطبخ وتتملي طحين بس it's worth it، يعني الواحد بيحب يجرب هاي التجربة بالبيت زي ما حكيت لكم خاصة للمغتربين. وزي ما انتم شايفين هون عنا الزعتر
وجد جد يعني استمتعت بتسوية الخبز والزعتر المناقيش. الأولاد كتير انبسطوا. كان عندي شوية فلافل برضو سويتهم، موجود عندي بالقناة وصفة الفلافل برضو. ومع كاسة شاي، يعني ما في أحسن من هيك يعني. بصراحة يعني فطور كان طيب وانبسطنا فيه كتير، وبتمنى عن جد تجربوا وتحكوا لي رأيكم بالكومنتات. لا تنسوا دعم الفيديو، وصحتين وألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بوصفات سمر. وهون عندي أنا الزعتر عملته على إيدي برضه، وراح أنزلكم إن شاء الله طريقته اليوم بإذن الله تعالى. وصحتين وألف عافية. هون عندي أنا الخبز الأبيض اللي عملته بطحين أبيض، حبيت أفرجيكم إياه كمان، طلع طري وكتير طيب. وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية.